السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى عايزة أقول لكم على حاجة جميلة جدا، ويا ريت ناخدها كلنا من أول رمضان. احنا نفسنا نبني عند ولادنا قيم، ونفسنا يتحلوا بالأخلاق. هدف بل من أشد المخاوف عندنا كلنا كمربين وكآباء وأمهات إن ولادنا يقعوا في كل اللي احنا بنشوفه وبنسمعه من فوضى الثورة الجنسية اللي موجودة على مواقع السوشيال ميديا أو على مواقع الإباحية. إزاي بقى؟ أنا محتاج أبني قيم جنسية سليمة، محتاج أبني عفة وحياء، وفي نفس الوقت أنا بترك ولادي يتفرجوا على كل ما يعرض في رمضان في السوشيال ميديا أو في التلفزيون. أنا عايزة أقول إن إحنا محتاجين قبل ما نفرج ولادنا على حاجة نتفرج عليها إحنا الأول. حللوا اللي بتشوفوه، ولازم نعلم الولاد هم كمان يحللوا. إحنا محتاجين نتعلم ونعلمهم التفكير النقدي. يعني لما يبقى عندي مسلسل بيخاطب الغريزة، بيقول ألفاظ، بيعرض لمواقع في علاقة رجل بامرأة فيها تجاوز على اعتبار إنها مراته، على أساس يعني إن إحنا في الواقع بنشوف كل واحد ومراته. الحاجات اللي إحنا بنعتبرها بسيطة من كتر ما ألفناها بتأثر بشكل كبير جدا في بناء القيم عند ولادنا، وبالتالي بتأثر في المعتقدات اللي هم بيتبنوها. عشان كده أنا عايزة أقول لنفسي وأقول لكم، كل أب وأم، كل حد عنده أطفال ومراهقين في بيته، مش هنعملها عقاب ولا أوامر صارمة. احنا هنقعد مع أولادنا وهنتفق معاهم إن احنا هنقفل سوشيال ميديا وتلفزيون في رمضان. مش عايزين مسلسلات ومش عايزين برامج بتتعرض طول السنة. احنا محتاجين نقعد قعدة لطيفة مع أولادنا ونعرض عليهم شيء مقابل شيء. احنا محتاجين نحط هدف كلنا في رمضان ان احنا نطلع روحانيا اكتر، عباداتنا افضل، نفسيتنا افضل، ومتعلمين منه معاني جميلة وقيم جميلة. هل المسلسلات والبرامج دي هتساعدنا على الهدف بتاعنا؟ هل هي فعلا ضرورة ومهمة من أهميات من بعض الحاجات المهمة اللي موجودة في رمضان؟ حقيقي احنا محتاجين نشركهم معانا في القرار، محتاجين نقنعهم، محتاجين نبدع في الكلام اللي هنقوله عشان هم يقتنعوا ليه احنا هنقفل ده. ومن الشطارة ان احنا نستبدله بحاجة تانية جميلة، يا اما حوار مثمر بيننا وبينهم، يا اما فقرات جميلة. انا شخصيا استخدمت مرة حلقات لقصص الانبياء، كانت جميلة جدا. كل يوم بشوف حلقة انا وولادي ونتناقش فيها ونتبنى خلق معين منها. كل دي حاجات هتساعدنا جدا في بناء القيم الجنسية في رمضان، واستغلال هذا الشهر الجميل بدون مشتتات. مش عايزين نحيد عن الهدف، ومش عايزين ان المسلسلات بتقلل الايمانيات وبتضيع وقتنا وبتشتت دماغنا. عشان كده هتلاقوا صعب جدا ان الولاد يلتزموا معاكم بعبادات في رمضان لو فتحنا باب المسلسلات والبرامج.